تستضيف تحضيراته المكثفة لمباراته الافتتاحية أمام منتخب جزر القمر، حيث أجرى أسود الأطلس حصة تدريبية مفتوحة بصفوف مكتملة داخل معسكره بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. مهدي فودي والتفاصيل. مرحلة التركيز القصوى يدخلها المنتخب المغربي قبل أقل من يومين من قص شريط مهمته القارية أمام منتخب جزر القمر. مباراة افتتاحية حضر لها المدرب وليد الركراكي منذ أزيد من أسبوع، ورفع خلالها نسق التدريبات اليومية تدريجيا كي يدخل رفاق ياسين بونو في أجواء المنافسة بشكل مثالي. تعرف هاد لي كومبيتيسيون كيبغيو شويه ديال يعني الواحد يمشي ماتش بماتش كما درنا في لي كومبيتيسيون اللي قبل، وداكشي اللي كاين. فالفريق غادي يحاول يلعب مباراة بمباراة ويحاول يتطور مباراة بعد مباراة باش ان شاء الله نكونوا واجدين للمباريات اللي من بعد ان شاء الله. دابا راه سيمانه حنا مجموعين، انا شفنا نقاط القوه ونقاط الضعف. منتخب جزر القمر حتى هو منتخب كيعتبر من المنتخبات اللي تطوروا ومنتخب اللي قوي. حنا جاهزين ونتمنوا ان شاء الله نكونوا قدر هذا التحدي هذا ان شاء الله. حصة تدريبية تسبق المران الأخير بمشاركة جميع العناصر دون استثناء، وفي أجواء مثالية مفعمة بالثقة والتفاؤل. التفاؤل بانطلاقة صحيحة على حساب منتخب لن يكون لقمة سائغة للأسود، والفوز يسهل مأمورية التأهل في الصدارة التي تضمن مواصلة المسار بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط في أدوار خروج المغلوب. أعتقد أنه من المهم جدا ألا نتطلع مبكرا للأدوار المتقدمة، فتركيزنا منصب على المباراة الافتتاحية أمام جزر القمر، وبعدها نأمل في التطور واكتساب الثقة اللازمة مع توالي المباريات التي يجب أن نفوز بها من أجل تصدر المجموعة، وسيكون وضعنا مثاليا إذا وصلنا المشوار بمدينة الرباط. إن شاء الله. Of course, if we can stay here in Rabat is the most ideal situation for us. يرتفع منسوب التركيز ليصل لدرجاته القصوى قبل ساعات قليلة من مسهل المشوار أمام جزر القمر في مباراة يسعى من خلالها أسود الأطلس لضمان 3 نقاط تعبد لهم الطريق نحو إنجاح المهمة الأولى، وهي إنهاء الدور الأول في صدارة المجموعة، لما لذلك من أهمية كبيرة. مهدي فودي، بين سبورتس، من داخل مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. وأرحب مرة أخرى بمراسلنا مهدي فودي من محيط ملعب الأمير مولاي عبد الله. مرحبا بك مهدي، كيف تبدو تحضيرات المنتخب المغربي قبل أقل من 48 ساعة لمباراة الافتتاحية أمام جزر القمر، وكذلك الاستعدادات للحفل الافتتاحي؟ مساء الخير لك عبد الرحمن ولنطلي ولكل مشاهدي قنوات بين سبورتس. في الحقيقة دخلنا المنعطف الحاسم والأخير ومرحلة العد العكسي التنازلي الأخير قبل ضربة البداية. منسوب الحماس والتركيز يرتفع هنالك في مركب محمد السادس لكرة القدم، حيث يعسكر المنتخب المغربي وحيث تتواصل استعدادات أسود الأطلس الذين أجروا اليوم حصة تدريبية مفتوحة بمشاركة جميع العناصر كما ذكرنا، مع تسجيل تدرب المهاجم حمزة إيجمان على انفراد الذي تبدو إصابته معقدة نوعا ما، يتبع برنامجا مخصصا وفق بروتوكول خاص وضعه طبيب المنتخب كريستوف بودو على أمل أن يكون جاهزا ربما لمباريات أدوار خروج المغلوبة، وعلى الأقل الحضور في آخر مباراة من دور المجموعات. اللاعب الذي يسأل عنه الجميع والقائد أشرف حكيمي تدرب بشكل طبيعي وقد يكون جاهزا للمباراة الافتتاحية على ذمة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، الذي شارك إلى جانب القائد حكيمي في فعاليات في لقاء تواصلي مع فعاليات شبابية اليوم، وأكد أن أشرف حكيمي امتثل للشفاء وهو جاهز للدخول في منافسات كأس إفريقيا، خاصة أن أشرف حكيمي أكمل 6 أسابيع من فترة التأهيل والعلاج منذ إصابته مع نادي باريس سان جيرمان في 4 نوفمبر الأخير. وبالتالي قد تكون المفاجأة السارة هي مشاركة حكيمي الذي سيحضر غدا إلى جانب وليد الركراكي في المؤتمر الرسمي الذي يسبق المباراة. طبعا مشاركة حكيمي رهينة بقرار الطاقم الفني وكذلك الطاقم الطبي، سنرى إن كان حكيمي سيكون جاهزا أو سيفضل ربما
الطاقم الفني والطبي عدم المغامرة باللاعب وربما التأكد من جاهزيته القصوى على أمل أن يشارك في المباراة الثانية. لكن المباراة الافتتاحية طبعا تكتسي أهمية كبرى. أسود الأطلس بمن حضروا 3 نقاط في مستهل المشوار ستعزز ثقة أسود الأطلس باعتبارهم البلد المنظم وأحد أبرز المرشحين للظفر باللقب. 3 نقاط مهمة ستعبد الطريق نحو ضمان التأهل على صدارة المجموعة في صدارة المجموعة، لأن الصدارة ستخول لأسود الأطلس البقاء في الرباط ولعب مباريات أدوار خروج المغلوب بخطوات ثابتة ربما وصولا إلى المباراة النهائية هنا داخل أسوار ملعب الأمير مولاي عبد الله، الملعب الذي سيحتضن حفلا ضخما، حفل الافتتاح، تعزيزات أمنية مكثفة شهدها محيط الملعب اليوم بجولات تفقدية لكبار مسؤولي الأمن، كذلك السلطات المحلية وعوان السلطة، الكل يتجند من موقعه من أجل الصار على تأمين محيط الملعب لكي يمر حفل الافتتاح في ظروف مميزة. وقد صدر بيان عن اللجنة المنظمة قبل قليل تهيب الجماهير التي ستحضر لهذه المباراة بالحضور المبكر إلى الملعب، طالما أن الأبواب ستفتح أو أن الملعب سيفتح أبوابه 6 ساعات قبل صافرة البداية و4 ساعات ونصف قبل انطلاق حفل الافتتاح، وأن الوسيلة الوحيدة التي تخول لصاحبها أن يلج محيط الملعب هي التذكرة وكذلك بطاقة المشجع فان ايدي. الترقب والحماس كبير هنا من محيط ملعب الأمير مولاي عبد الله الذي سيكون مسرحا للحدث بعد أقل من 48 ساعة من خلال المباراة الافتتاحية التي ستجمع المغرب بمنتخب جزر القمر. مهدي فودي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. من الزميل مهدي فودي أنتقل لأرحب بالزميل جابر العربي من الدار البيضاء. جابر، مساء الخير. كيف تستعد مدينة الدار البيضاء لاحتضان مباريات كأس أفريقيا؟ مساء الخير ناتالي عبد الرحمن. بالتأكيد مدينة الدار البيضاء هذا القلب النابض ومدينة الأعمال، مدينة التجارة والقلعة الاقتصادية هنا في المملكة المغربية، استعدت بتجهيز كبير لكل مرافقها وشوارعها الحيوية. أتواجد بالقرب من ملعب محمد الخامس حيث تسير الاستعدادات على قدم وساق من أجل 8 مباريات يحتضنها هذا الملعب العريق، 6 مباريات في دور المجموعات هنا في ملعب محمد الخامس. المنتخب السوداني سيخوض مباراتين هنا ضمن منافسات المجموعة الخامسة أمام غينيا الاستوائية، ثم في ختام دور المجموعات أمام منتخب بوركينا فاسو. الاستعدادات بدأت من فترة كبيرة ناتالي، خصوصا فيما يتعلق بتأهيل الشوارع، الأماكن الحيوية. هناك أماكن سياحية هنا في الدار البيضاء تم تجهيزها وتزينت الشوارع بالأعلام واللافتات ترحيبا بالجماهير التي تأتي وتتوافد على المدينة من أجل تشجيع المنتخبات التي تنتمي إليها أو متابعة البطولة بشكل عام. هناك عدد من الجماهير التي جاءت من الدول الأوروبية التقيناها خلال الأيام الماضية. التحضيرات كلها تسير بشكل جيد. مناطق المشجعين على تم الاستعداد، سيتم افتتاحها مساء السبت. بالتأكيد الكل يترقب لصافرة البداية في العاصمة الرباط، وكذلك هنا في ضربة بداية ستسجل في 22 من ديسمبر بمباراة مالي وزامبيا. نعم جابر، شكرا جزيلا لك.